نختم بموسم الاصطياف، حيث انطلقت أمس من مطار تافساوت بولاية إن صالح أول رحلة للمخيم الصيفي لفائدة 130 طفلا نحو الجزائر العاصمة للترفيه والاستجمام. أحمد بن مسعود. هنا بمطار تافساوت بولاية عين صلح، وفي أجواء من البهجة والسرور التي رسمت على محيا الأطفال وهم يشدون الرحال على متن الطائرة لقضاء العطلة الصيفية بمخيم سيدي فرج بالجزائر من أجل الاستمتاع بزرقة البحر واكتشاف جمالها الخلاب. أنا ماشي للبحر رحلة وعجبتنا الرحلة ونشكر مديرية الشباب والرياضة اللي راهم دايرينا في الطيارة. بعد انتهاء الفترة الدراسية نذهب إلى المخيم الصيفي في سيدي فرج لنزيل الهم والتعب وإرهاق المدرسة. نستمتعوا بالجمال والمناظر الخلابة اللي راك نشوفوها، زعما حنا نبغوا نشوف الثقافة نتاع الشمال فيها لكي نقضي أوقاتا ونتعرف على أصدقاء جدد في منطقة أخرى ونتعرف على آثار جدد من مناطق أخرى. وسنذهب إلى مدينة الجزائر العاصمة وتعرفوا على أصدقاء جدد ونستمتع بمناظر خلابة. هذا أول مرة أذهب إلى المخيم الطحارة فيه. ضرورة توفير الجو الملائم من أجل سلامة الأطفال. مديرية الشباب والرياضة لولاية عين صالح سخرت كل الإمكانيات الضرورية اللازمة لكي يكون موسم اصطياف ناجح. انطلقت الدفعة الأولى اليوم المتوجهة إلى مخيم الشباب بن خلدون بسيدي فرج. الحصة الكاملة عددها اليوم 130 طفل. الحصة المخصصة لولاية طمراس لولاية عين صالح هي 750 طفل على 6 دفعات انطلاقا من هذه الدفعة الأولى. إذن هي الدفعة الأولى التي خصصت لأطفال بلديتي إنغر وفقر تزواه، وتليها دفعات أخرى سيستفيد هؤلاء الأطفال من عديد النشاطات الترفيهية إلى جانب رحلات سياحية إلى معالم الجزائر العاصمة.